بسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان، ونزيد نصليو على نبينا العدنان. وعلى ما حكاو ناس زمان، في واحد البلاد بعيدة كان عايش واحد الحطاب مع مرتو الصافية، وعندهم 3 ديال الوليدات عايشين على قد الحال. واخا الفقر وقلة الشي كانوا هانين مهنين وعايشين مرتاحين. الحطاب كيفيق بكري ويمشي للغابة يحطب، واللي جمعو كيديه للسوق يبيعو ويجيب لوليداتو المونة للدار. أما مرتو الصافية كان عندها واحد الشجرة ديال التفاح هي اللي مقابلاها ومهلية فيها، وملي تعاشى العشية كيجي الحطاب ويتجمع مع وليداتو ومرتو ويتحدثوا بزين الكلام. دازت الأيام، وفي واحد النهار الحطاب فاق كيف العادة ومشى للغابة. داك النهار كان الحطب قليل، وهو يقول ليه راسو طلع فوق الشجرة وجمع دوك العروشة اللي ميتين. وداكشي اللي دار، بقى يجمع حتى زلقات ليه رجليه وطاح جا في الارض. بقى تما مسكين سخفان ما سايقلو حد الخبار. وين الحباب تعاشات العشية ومرتو وليداتو عياو ما يسينو فيه، والو ما بانليهش لاطار. بقاو مشوشين عليه وبحال حاسين بلي وقع عليه شي حاجة. ناضوا مشاو يقلبوا عليه في الغابة، عياهم يقلبوا حتى وصلوا للبلاصة اللي كان يحطب فيها، وهما يلقاوه طايح تحت الشجرة ومغيب. مشات مرتو تجري وتقلب فيه على اليمين وعلى الشمال. الصافية تأكدات بلي راجلها سلم الروح لمولاه، بكات هي وليداتها على فراق باهم وما قدرت تصبر على فراقه. مرضات وشدات الفراش، ما تنوض ما تتكلم، غير مجبدة ومصدومة. يوي الحباب ما بين ليلة ونهار ولاد الحطاب ولاو يتامى، وكيشوفوا فمهم شادة الفراش، وما كان قدامهم إلا يمشيو يخدموا على ميمتهم ويجيبوا قوت يومهم. جوج الخوت الكبار سلام وسعيد خدموا في بلاصة باهم، يحطبوا ويصيدوا الأرنب والحمام، وداكشي اللي صيدوه كيديوه للسوق يبيعوه، وداك البركة يجيبوا بها ما ياكلوا. أما خوهم الصغير مسعود هو اللي كان مقابل مو ويمد ليها كل ما تحتاج، ومقابل حتى شجرة ديال التفاح اللي كانت عزيزة عليها. وكانوا مرة كيقابلها واحد فيهم. مشات ايام وجات ايام، ولاد الحطاب كبروا ولاو رجال وديما مهلين فمهم وما مخلينها منقوصة من حتى حاجة. واحد النهار واحد الجن كان دايز حدا دارهم، وبانوا ليه ولاد الحطاب وشاف كيفاش عايشين وكيفاش كيتهلاو فمهم وكيتناوبوا على الشجرة العزيزة ومفاهمين بيناتهم. وقال مع راسو هادو باينة فيهم مرضيين وغادي نختبرهم، وإلا نجحوا في هذا الاختبار غناهم الله، غادي نعطيهم كل ما يتمناو. الجن تسياف وتحول لراجل كبير في العمر وما في حالوش. وفي ذاك الوقت كان مسعود هو اللي مقابل الشجرة. مشى لعندو قال ليه اسمح لي يا وليدي، عطاني واحد تفاحة من هاد الشجرة إلا جات على خاطرك. مسعود حيد 2 تفاحات وعطاهم ليه وقال ليه اسمح لي يا سيدي، عطيتك غير 2، ما نقدر نعطيك كتر حيت عطيتك غير حقي وما نقدر نهز من حق خوتي. شاد الراجل دوك التفاحات ومشى فرحان. لغد ليه رجع وبقى سعيد خوهم الوسطاني هو اللي مقابل الشجرة وطلب منه تاني التفاح. وسعيد ما ردها ليه في وجهه، كان كريم حتى هو وقال ليه عطيتك غير حقي وما نقدرش نقرب من حق خوتي. ومشى الراجل فرحان. رجع عاوتاني النهار الثالث، لقى سلام وطلب منه نفس الشي، وحتى هو قطع 2 تفاحات وعطاهم ليه وقال ليه نفس الكلام اللي قالوا ليه خوتو. الجن فرح بكلام الخوت 3 وطيبت قلبهم وكرمهم وحضاهم حتى تجمعوا ب3 بيهم. مشى وقف عليهم وقال ليهم واش عقلتوا عليا وليداتي؟
ردوا عليه الخوت وقالوا ليه: اييه سيدي، انت الراجل اللي طلبتي منا التفاح. اييه هو انا، وداك الطلب كان غير اختبار مني ليكم ونجحتوا فيه. داكشي علاش بغيت نجازيكم على داكشي اللي درتو معايا وعلى التربية ديالكم، وبغيت كل واحد منكم يطلب ويتمنى اللي بغاها تحضر في الحال. نقاز خوهم الكبير سلام وقال ليه: انا سيدي بغيت غير شي دار كبيرة فين نعيش، وشلة اللي حدانا يولي عسل، وشي وزين عامر بالخدامة اللي عمرو العسل من الشلال يديروها في القراعي ويبيعوه في السوق. قال ليه: غمض عينيك وحلها، غير غمض عينيه وحلها، بقدرة الله لقى داكشي اللي تمنى كله موجود. طلع على الشلال لقاه كله عسل، ودار كبيرة وزوينة، ولوزين عامر بالخدامة. الخوت بجوج بقاو غير كيشوفوا الأمنية ديال خوهم تحققات، بقاو مبهوطين وغير كيشوف وهو ينقص سعيد. قال ليه: انا بغيت سيدي واحد الكوري يكون كبير وعامر بالبقر والحواله وحتى الدجاج، وجنبهم شي معمل كبير كيجمعوا فيه الحليب والبيض ويديوه للسوق يبيعوه. ايوا غمض عينيك وليدي وحلهم. ايوا يا سيادي، غير غمض عينيه وحلهم، ولقى داكشي اللي تمناه. مسعود غير شاف خوتو طلبوا وتمناو وكل شي تحقق، بقى غير كيشوف وهو يقول ليه الراجل: ايوا طلبوا وليدي حتى انت اللي بغيتي ودابا نحققوا لك. قال ليه: انا ما بغيت حتى حاجه من هادشي اللي طلبوا خوتي. قال ليه: ولكن وليدي خاصك تطلب ضروري بحالك بحال خوتك. قال ليه: بغيت شي بنت الناس تكون مرضيه وصالحه، تقبل بيا وبحالتي وتعاوني على الزمان وتقابل معايا ميمتي. ايوا شغنقول لك وليدي، خوتك واخا طلبوا داكشي كامل كان طلبهم ساهل، انت الطلب اللي طلبتي بقيت حاير فيه، حيت قليل باش نلقى وليدي شي بنت الناس بهاد المواصفات اللي طلبتي. هو كاينه واحد بنت التاجر، الا بغيتي نمشيو نطلبوها من باها الا بغا. قال ليه مسعود: اييه سيدي نمشيو. مشى معاه الجن لعند التاجر حمان باش يخطبوا بنته جميله لمسعود. دخلوا ورحبوا بيهم وضيفوهم، وهو يتكلم الجن اللي بصفة راجل كبير وقال: جينا يا سيدي طالبين راغبين في يد بنتك لولدنا. رد عليهم التاجر وقال: ايوا شغنقولكم اسيادي، جيتو معطلين، غير البارح جاو جوج ديال التجار طلبوها الزواج وباقي ما رديتش عليهم الخبار، ولكن نعطيك حتى انت فرصة بحالك بحالهم. ولكني بعدا بغيت نسولك، واش عندك شي ملاكات ولا شي اراضي ولا حتى انت تاجر؟ مسعود يا الحباب غير سمع كلام التاجر كل لقى الارض تشق ويدخل فيها، بقى ساكت وما عرف باش يجاوبو. نطق الراجل الكبير وقال ليه: ما عنده والو سيدي من هاد الشي اللي ذكرتي، راه غير راجل على قد الحال، ولكن اهم حاجه راه ولد الناس ومعقول ومرضي الوالدين، غتعيش معاه بنتك في الهنا وما يخصها خير. ملي سمع الكلام اللي قالو الراجل الكبير بقى غير كيشوف وكيخمم، وهو يقول ليه: ايوا شنو نقول لك اسيدي، الشوار ماشي شواري حتى نتشاور مع بنتي، الا وافقات ما نزيدهم غير الخير. مشى التاجر حمان عيط على جميله وقدمها لهم. البنت غير شافت مسعود ارتاحت ليه وحسات بيه هو اللي غيكون راجلها، وتحط عليه الراس. سولها باها وقال لها: بنتي جميله، هاد الناس جاو طالبين راغبين، اش بالك في هاد الشاب؟ راه ما يكسب ما يعلم، ما عنده حتى حاجه، واش قابله بيه؟ جميله كانت قانعه وما همها لا مال ولا ملاكات، وفقات تعيش معاه باش ما قسم الله، حيت ارتاحت ليه وعجبها. اما باها ما بغى يخسر لها الخاطر، واخا ما كانش عاجبو الحال وما راضيش على الفقر،
اللي غتعيش فيه. كان باغيها تزوج بواحد من التجار وتعيش العيشة اللي موالفاها وتليق بيها. واخا هكاك زوجها لمسعود ومشات معاه لدارهم، وغير وصلوا قدمها لمو ورحب بيها في دارها الجديدة. ملي مشى يشكر الراجل لقاه هضر ليه لاطار بحال عمرو ما كان. يوي الحباب، مشات ايام وجات ايام ودازت سنين وعوام. داك الجن تفكر الخوت بثلاثة وقال مع راسو غادي نمشي نشوفهم ونتفقد حوالهم. صدق بخوهم الكبير سلام هو الاول، لقاه تبارك الله الخير فايض عليه، ولا واحد من اكبر تجار المدينه وكيضربوا ليه الف حساب ومعروف عند الناس. الجن مشى وتسيف في وجه راجل كبير وما فحالوش، ماشي بالوجه اللي جا عندهم به نهار الاول. مشى عنده قال ليه اسمح لي يا وليدي، انا غير راجل فقير وما فحاليش، تصدق عليا باش مسخك الله. سلام دار فيه وقال له سير سيدي عطاني اتساع، واش اللي عماتلو الجريه يجي لعندي نبقى انا مقابل غير عطي عطي عطي، كل مره جايني واحد في شكل. سير الله يسهل عليك، ما عندي صدقه اللي نعطيك. الجن ملي سمع هاد الكلام ما عجبوش الحال وما كانش متوقع يسمع هاد الشيء، وغضب وقال اصلا هاد الخير كامل اللي عندك راه ماشي ديالك. قال له سلام ماشي ديالي وديال من؟ اودي سير بعد مني الله يرحم ليك الوالدين. وهو يقول ليه انا غنوريك ديال من. الجن تكلم بشي كلام ما مفهومش، وشويه يا الحباب كلشي داكشي اللي كان عند سلام مشى فرمشة عين بحال عمر شي حاجه ما كانت، ورجع فقير كتر من الاول. من بعد مشى عند خوهم المتوسط، لقاه حتى هو تبارك الله ما خصو شي، الخير فايض عليه، وحتى هو رجع من التجار الكبار ومشى عنده بنفس الصفة وقال له انا جاي وليدي من بلاد بعيدة وما عندي لا فين نبات ولا ما ناكل، عاوني باش ما قدرك عليه الله. وهو يرد عليه سير سيدي الله يسهل عليك في مكان خور. الجن تاني ما عجبوش كلام السعيد وغضب وقال ليه هادشي اللي انت فيه ما هوش ديالك. قال له سعيد وديال من يكون بالسلامة الا ما كانش ديالي؟ قال له الراجل انا غنوريك ديال من. تمتم الشيباني بشي كلام وفرم مشات عين كل شي طار حتى حاجة ما بقات، ورجع سعيد لحالته القديمة وكفس من اللي كان. مشى الجن قصد خوهم الصغير مسعود ولقاه جالس تحت الشجرة ديال التفاح اللي كان ديما مقابلها وكيلعب مع وليداتو وهو مرتاح. وهو يسلم عليه وقال له انا وليدي راجل غريب على هاد القبيله وتلات بيا الايام وما لقيت ما ناكل ولا فين الناس، الا جات على خاطرك اعطاني ما ناكل واخا غير اللي كاين ونبات عندكم هاد الليله، وغدا الصباح نمشي بحالي نكمل طريقي. مسعود سكات وما جاوبوش، ماشي حيت ما باغيش يرحب بيه ويدخلو، ولكن كيفكر في شنو غيعطيه حيت مسكين ما كان عنده والو. هو يقول ليه مرحبا سيدي مرحبا بضيف الله، دخل غير جلس وارتاح، انا غادي نعلم والين الدار يوجدوا لك ما تاكل. مشى عند مرتو وقال ليها واحد الراجل مسكين كبير في العمر جا عندي وطلب ضيف الله راني دخلته واخا ما عندنا ما نعطيوه. قالت له مرتو ايوا غير رحب بيه ويكون خير اللي كليناه ياكلو معانا. ناضت جميلة ودخلت لبيت الخزين، شوف على الله وعسى تلقى شي حاجة. شوية وهي تبان ليها واحد القلة كانت مخبية فيها شي قديد لدواير الزمان. فرحات ومشات للكوزينة طيبت كسكسو بالقديد وتجمعوا عليه كاملين وكلاو داكشي اللي قسم الله. وهو يتكلم مسعود وقال بصحتك سيدي وقبل علينا هادشي اللي موجود في هاد الساعة، اجي معايا راه مولات الدار وجدات لك البلاصه فين تنعس. مشاو هما ينعسوا وليداتهم وارتاحوا، والصباح ناض مسعود كيقلب على الراجل الكبير وما لقاهش وخرج باش يقلب عليه، غير حل الباب وهما يبانوا ليه شلا شجر ها العنب والرمان
والتوت والليمون، وزيد وزيد. وفي وسط منهم كاينه شجرة التفاح ديالهم، تلفت لجهة أخرى وهو يلقى دار بحال القصر من الديور الكبار. زاد شوية وهو مصدوم، لقى كوري كبير وعامر بالكسيبة والبكر. بقى زايد لقدام وشاف الشلال ديال العسل. مسعود بقى كيفكر وكيقول مع راسو: منين جاني هاد الخير كامل؟ اش هاد الشي يا سيدي ربي؟ وشوية طاح ليه في البال الراجل اللي جا عندهم المرة الأولى وحقق لهم أمنياتهم. قال مع راسو: أنا متأكد بلي الراجل د البارح هو نفسو الراجل اللي جا عندنا أول نهار وحقق الأمنيات لخوتي وليا. وعرف في نفس الوقت بلي داك الراجل جن وتسيف في صفة إنسان، وشاف حتى عيا وحمد الله على النعمة اللي عطاه. وعاود لمرتو القصة كاملة، وبقاو يا سيادي عايشين في داك الخير. دازت شيام وهما يجيو خوتو سلام وسعيد للدار ديالهم، ولكن تفاجئوا ملي لقاو الخير اللي كان عندهم تحول لعند خوهم الصغير ورجع عايش في القصر. وتصدموا ملي عرفوا داك الراجل هو السبب في هاد الشي، حيت كانوا مقصرين في حق ميمتهم وما كانوا يتصدقوا على الفقراء ويعطيو مناش عطاهم الله. وهاد الشي هو اللي رجعهم لهاد الحالة. وحتى خوهم الصغير اللي عمرهم سولو فيه ولا عتقوه بالدرهم ولا سولوه شنو ناقصو، من نهار ولاو لاباس عليهم وهما يجمعوا في وسط الدنيا ونساو امهم وخوهم. دخلوا عند امهم وعند مسعود وطلبوا منهم السماحة، وحيت مسعود كان قلبه كبير وراجل الله يعمرها دار، سماح لخوتو وقال لهم: الدار داركم اخوتي، مرحبا بكم، وما تهزوا الهم الوالو وعيشوا فيها كيف ما بغيتو. وهاد الهضره كامله اللي دارت بيناتهم كان الجن حاضر عليها وكيسمع. تبسم وقال: واخا نعيا ما ندير في الخير، يجي مرضي الوالدين ويدير الخير اكثر مني. وهكا رجعوا الخوت تجمعوا مع امهم ووليداتهم من جديد وعاشوا بخير في داك الخير. وهنا سالت الحكايه ومشات خبرتي من واد الواد، وانا بقيت مع الناس الجواد. الى وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك للفيديو وتشترك في القناه باش توصل باي جديد.